الجيل الجديد ده مبهور بأحمد مراد عشان اتعمل 4 أفلام من روايته، واللي هو يا لهوي على جمدانك يا ملك كتفك أمصه. دي ترجمة بانتصار مالكش دعوة بيها. لا، الكاتب بيقول عليه كهل، الكاتب قايل إنه أصلع، دي لوحدها أنا صعب عليا. شعر بأنه ينطبق عليه من أكثر من وجه، لا شباب ولا جمال ولا أخلاق، كحيان ومجم ووسيم. هو أنت مش شايفني بس يعني أنا الثقة، يعني ثق فيا ما تقلقش. كده ما كنت داخل على 90 سالوك شايف الدنيا ازاي، فقلت غنوه عشنا وشفنا العجب. 93 بقى ان شاء الله وربنا يديك اكتر من 100. تقول ايه دلوقتي وانت داخل على 93؟ مش قادر اشوف العجب. يا ساتر. عامل ايه يا صديقي؟ اتمنى تكون بخير. الحلقة دي هنتكلم عن رواية لأعظم من كتب، أعظم من نشر، القادر، الفاجر، المطرشم، أستاذنا وأستاذ الجميع العظيم نجيب محفوظ، وروايته خان الخليلي. وعقبال كده ما تكمل اكتر من 100 سنه. ليه كده؟ لا كده، لا بالعكس يعني كده. عامل ايه بعد الانترو يا اخويا؟ انا صراحه متحمس للحلقه دي فشخ، لان ده الكاتب الوحيد المتكامل اللي انا شفته. عايز حد بيعرف يكتب؟ موجود. عايز حد مشهور؟ موجود. عايز حد بيبني عالم حلو؟ موجود. عايز حد رواياته اتحولت لافلام؟ موجود. فاعمل لايك كده واشترك في القناه، بعمل محتوى حلو هيعجبك والله ما تقلقش، يعني حاجه فخره. الجيل الجديد ده مبهور باحمد مراد عشان اتعمل 4 أفلام من روايته، واللي هو يا لهوي على جمدانك يا ملك كتفك أمصه. فاحنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش عن الروايه اصلا. المهم هنتكلم عن روايه الحلقه دي، روايه خان الخليلي. ايه خان الخليلي دي؟ دي منطقه في الجماليه بس كده. ففي الاول بس جامد يعني نجيب محفوظ، فبينا على الروايه. ايه ملخص الروايه على السريع؟ معانا احمد عاكف، كلاسيك موظف 30 بائس. نجيب محفوظ كان بيطلق عليه اسم الكهل، وشخصيه احمد عاكف دي حاجه انتي هيرو. يعني ايه؟ هنقول قدام برضه. فاحمد عاكف موظف ساب تعليمه عشان يشتغل ويساعد ابوه وامه. كانوا ساكنين في حي السكاكيني، وبسبب الغارات عشان احداث الروايه بتدور في اثناء الحرب العالميه الثانيه، سابوا حي السكاكيني وعزلوا لخان الخليلي. وتتوالى الاحداث. انت لو سنك من 15 ل 20 سنه فانت هتقول ايه الملل ده يا عم؟ فين العظيم وبتاع ونوبل والحكي والميكي والطرابنطيقي؟ اقول لك شطور، تعال نفصص ونحكي على جمدان الروايه. اول حاجه، الشخصيه الانتي هيرو. يعني ايه شخصيه انتي هيرو؟ بص يا قلب اخوك، هيرو يعني ايه؟ شطور، بطل، الله اكبر عليك. طب وانتي يعني ضد، خرب بيتك، الله اكبر عليك. نحطهم جنب بعض بقى، يدوا ايه؟ ضد البطل. دي ترجمه بانتصار مالكش دعوه بيها. لا بص، انتي هيرو يعني الكاتب حاطط كل حاجه ان البطل بتاع روايته ده ما يبقاش بطل. يعني فاهم؟ جبان مثلا، مش وسيم، بيفضل ينتقد فيه، كل الناس بتكرهه، اي حاجه وحشه حطها في البطل ده ساعتها يبقى انتي هيرو. ببساطه بطل هفق. طب وايه الحلو في بطل هفق؟ بص بقى يا قلب اخوك، في مثل بيقول اضرب البطل يقشعر القارئ. ببساطة هو بيديك كل حاجة عشان البطل يصعب عليك. بس هنا ايه بقى؟ الطريقة دي ممكن تعمل حاجتين، يا تحب البطل قوي يا تكرهه قوي قوي. منطقي يعني، مفيش حاجة في النص. عالم نجيب محفوظ ده يا جدعان مفيش كاتب زيه في بناء العالم. طبعا العالم بتاع نجيب محفوظ معروف، الحارة الشعبية والناس اللي تقدر تشوفها في الحقيقة، اللي هو انت ازاي حي كده يخرب بيتك، واللي هو يا لهوي على جمدانك يا ملك كتفك امصه. فده بيجي من حاجة واحدة بس، انت فعلا عشرت المكان ده. وده فعلا اللي حصل، لان اصلا نجيب محفوظ من الجمالية. فتخيل تكتب عن منطقتك، يعني حاجة احمد مكي اوي، اللي هو انت هتكتب اكنك شايفها بالظبط. وده بقى اللي حصل بالظبط. عندنا احمد عاكف اللي نجيب بيقول عليه الكهل. حسيت الحقيقه وانا بقرا الروايه دي ان الشخصيه الرئيسيه ده هو نجيب محفوظ نفسه، يعني هو كاتب نفسه، انت فاهم؟ يعني هو كان واصف نفسه بانه كهل، رفيع، اصلع، غير مثقف بالمره، متصنع، بيحاول يبان فاهم، بيحاول بس زي ما بيقولوا خارجين بالم هيلز يفيت ان. مش بقول ان نجيب محفوظ غير مثقف يعني، مش ناقص غباء والنبي، بقول انه ممكن يكون بيكتب عن نفسه في شبابه مثلا ان هو كان كده، او في جزء حاسه حقيقي قوي من الشخصيه دي في انه اكنه نجيب محفوظ. فلو شايف زيي او مش شايف زيي قول لي في الكومنتات، واعمل لايك كده وسبسكرايب، ظبطني يعني. تالت حاجه، جمال القصه والسرد. مش محتاج اقول حاجه عن جمال السرد او القصه غير انها كتابه نجيب محفوظ، اللي هو صباح الفل لازم تبقى حلوه. لكن الفكره هنا ان السرد حلو. ويا جدعان في حاجه في نجيب محفوظ، ان نجيب محفوظ دمه خفيف. مش ده اللي بيميزه في كتابته، بس هو فعلا كاتب دمه خفيف. ومش عارف ليه محدش واخد باله من الحكايه دي.
فهنتكلم عنها بطريقه مخصوصه اكتر في النقط اللي جايه. المهم ايه الحلو في السرد يعني؟ بص يا اخويا، اول حاجه جمال وصف احمد عاكف اللي هو البطل يعني. بص يا اخويا، معانا بطل روايه كالتالي: الكاتب بيقول عليه كهل، الكاتب قايل انه اصلع، دي لوحدها انا صعب عليا. ولا يا جدعان جمال الجمل، فيها كام كوت جامدين فشخ. مثلا: إن الذين يخافون النظر والابتسام بالتأكيد يستطيعون أن يكتبوا. أنت فاهمها؟ يعني أتمنى أكون فاهمها. مثلا تاني واحد ده: وامتعض أحمد عاكف من هذا الوصف وشعر بأنه ينطبق عليه من أكثر من وجه، لا شباب ولا جمال ولا أخلاق، كحيان ومجم. وأضاف عليها من عنده ولا مال. يعني بص اللي هو بيهين البطل بتاعه. مثلا التاني ده: ولكن هل خلق الله أقبح منظرا من فتاة ذات وجهين؟ هنا بيندب أي مرة بوشين يعني. بيقول كنت أم الفيمينيستات، مش أنا، هو اللي بيقول يعني. كلمه نجيب محفوظ. رابع حاجة: خفة دم نجيب محفوظ. يا جدعان النقطة المهدورة في حق نجيب محفوظ كان عسلية فشخ. أنا شفت له كذا لقاء، أنا هتكلم عن اللقاءين. أول واحد كان قبل ما يموت، هحطها في المونتاج عشان تعرف إني جامد في المونتاج وكده. فالمذيع بيسأله: مصر بتعاني في الفترة دي، متعرفش إيه الحل؟ قال له بضحك كده: انت فكرك انا عارف تخرج ازاي وما قلتش. وكله ضحك. فيا جدعان كان بسيط جدا الله يرحمه، ودمه خفيف فشخ. فده بقى فيه في الرواية ده منه شوية حلوين، شوية خفة دم مثقفين كده. مثلا بص الحتة دي: أحمد عاكف قاعد مع ناس على القهوة، تمام، ناس مثقفة وكده، فهو عنده عقدة نقص وكده، فاهم إيه، مشارك برأيه وهو على الله يعني. رد واحد من اللي قاعد معاهم على القهوة قال له: أنت من أتباع نيتشه ولا إيه؟ فأحمد عاكف تحسه قال إيه: نيتشه؟ يطلع إيه نيتشه ده؟ حط صورة الكود في المونتاج برضه. خامس حاجة: حوارات نجيب محفوظ. يا جدعان حوارات الشخصيات بين بعضها وبعضها او حتى في الكلام اللي في السرد جامد فشخ يعني. بص مثلا دي: هذا انك وامر، هل انت صحفي؟ ابني اجبت بالاجاب: مستحيل، ولما؟ انت ابن ناس طيبين. فاللي هو بنت بقى يصحف يا عمنا. فبجد نجيب محفوظ جامد فشخ. ولا مثلا بص دي، يعني اقرا بجد الديالوج من الاول: انظر إلى المال كيف يستزل الحسن؟ إن أقبح ما في عالمنا هو خنوع الفضائل والقيم السامية للضرورات الحيوانية، فكيف سامت الحسناء نفسها قبول يد هذا القرد الدميم، ولن يكون اجتماعهما زواجا ولكنه جريمة مزدوجة تعد من ناحية سرقة ومن الأخرى اغتصابا. ولن يزال جمالها فاضحا لقبحه، لقبح مين؟ أنا ماليش دعوة، فاضحا لقبحه وقبحه فاضحا لجشعها. فاللي هو يا جدع ايه ده انا شعري باطي واقف من جمدانك. كل منشور اروع من اللي قبله كده، يخرب بيتك مش معقول. يا لهوي على جمدانك يا ملك، كتفك مصه. فانصحك بقراءة الرواية فشخ. رواية حلوة وصغيرة يعني، حوالي 250 صفحة، وده قليل لو انت قارئ يعني. فبجد يا اسطى جامدة فشخ. فبس كده، اتمنى تكون الحلقة عجبتك. لو عجبتك انزل اشترك في القناة، بعمل محتوى فاخر من الاخر يعني، حلو ما تقلقش، مكلف ودم خفيف ووسيم. هو انت مش شايفني بس يعني انا الثقة يعني، ثق فيا ما تقلقش. فكان معاك الخربوش يا اخويا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كده لما كنت داخل على 90 سالوك شايف الدنيا ازاي، فقلت غنوه عشنا وشفنا العجب. 93 بقى ان شاء الله وربنا يديك اكتر من 100. تقول ايه دلوقتي وانت داخل على 93؟ مش قادر اشوف العجب. هي بتعاني وربنا معاها. ازاي تخرج من المعاناه دي؟ انت فكرك انا عارف تخرج ازاي وما قلتش.